سلام، أنا جاية النهاردة أغير وجهة نظركم عن الكبسة، وهنعملها النهاردة مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة، وكله في حلة واحدة. يلا بينا على النار. أول حاجة هنحط الحلة بتاعتنا وهنضيف كمان الزيت، وهنضيف سمنة أو زبدة زي ما تحبوا. وبعد كده هنكون مقطعين بصلتين لتلاتة كبار، وبعد كده هنفضل نقلب فيهم لغاية ما يتكرملوا معانا بالشكل ده. وبعد كده نكون مجهزين اللحمة بتاعتنا. أنا هنا استخدمت لحمة انتركوت، بجد استوت بسرعة جدا جدا جدا، ولازم تكون اللحمة نظيفة وجاهزة معانا. وبعد كده هنديهم تقليبة سريعة، ونكون مجهزين الخضار بتاعنا طماطم وفلفل وكل البهارات اللي انا هكتبها لكم في الكابشن، وكمان توم وعصير 3 طماطميات كبار، وكل البهارات الصحيحة اللي انا هكتبها لكم في الكابشن برضو. ونكون مجهزين عندنا كمان الصلصة، هنحط معلقتين صلصة كبار، وكمان المية السخنة. وبعد كده هنضيف معلقتين من الصويا صوص، وهنسيبها تقريبا نص ساعة لساعة الا ربع تستوى كويس جدا. وبعد كده اول ما تستوى هننزل عندنا الجزر والبطاطس وكمان الزبيب، ونكون غسلين الرز بتاعنا كويس جدا ونقعينه مش اقل من نص ساعة. هنقلب كل المكونات مع بعضها كويس جدا، واول ما الرز يتشرب هنوطي النار ونسيبه نص ساعة ويستوى. والله العظيم الريحة يا جماعة قلب الدنيا. ويلا بينا نعمل مع بعض صوص الدقوس اللي اهم من الطبخة نفسها. اول حاجة ليمون وخل وطماطم، وبعد كده هنضيف الثوم وكمان الفلفل الحامي حسب الرغبة، وكمان البصل وكل البهارات اللي انا هكتبها لكم في الكابشن، ونص كوباية من كمان المية. وبعد كده هنضربهم كويس جدا جدا لغاية ما نوصل مع بعض للقوام ده. ولازم لازم لازم تعملوها معاها، لان بجد بتنقل الطبخة في حتة تانية. الكبسة سهلة وسريعة وبسيطة ومخدتش مني أي وقت، واستوت بسرعة جدا. ولازم تجربوها على طريقتي. وكمان ما تنسوش الفولو واللايك وسبسكرايب، وكمان تعملوا سيف للفيديو عشان لما تحبوا ترجعوا له في أي وقت. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.